अगर आप उर्दू या हिंदी स्पीकिंग है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا بنات، يا مرحبا بالنشاط. إن شاء الله حتبدأ الدورة التعليمية المجانية إن شاء الله يا بنات. بكرة إن شاء الله حتبدأ الدورة التعليمية. وهنا أنا حوريكم الأدوات اللي أنتم محتاجينها، وباقي التفاصيل حتكون في الفيديو. أول حاجة محتاجة للأكياس. الأكياس دي بتجيبيها من المكتبة، يا تجيبي الأكياس من المكتبة، يا الأكياس بتاعت البامبرز، يا الأكياس بتاعت السكر، أي أكياس بتاعت الشيبس، أي كيس عندك فالأمور تمام. نجهز الكيس دي أول حاجة. دي اسمها أكياس سلفان، بنجيبها، أنا بجيبها من المكتبة. فأنا هنا أول حاجة معناتها هجيب الأكياس وهنقصقصهم مربعات صغيرة كده عشان نجهز للدورة. الحاجة التانية محتاجة للتيب. التيب برضو جيبي التيب بتاعك وخليه يكون موجود اللي هو اللزق، بتقول له عايزة تيب، فزي ما واضح عندك في الصورة. الحاجة الثالثة اللي احنا بنكون محتاجين لها أساسية، أصغر قياس في الدبابيس. أصغر قياس في الدبابيس دي بتجيبيها برضو من المكتبة اللي هي بتدبسي بيها الطرحة، بس جيبي أصغر قياس. دي الأدوات المهمة جدا جدا اللي انت محتاجاها. وجيبي أكياس كفاية وجيبي تيب كفاية لأنه الدورة مدتها شهرين. تمام. طيب خلصنا الأكياس، حيكون عندنا المادة التعليمية. المادة التعليمية يا بنات حتكون عبارة عن حنة، تمام، أو ما عندك حنة حتكون عبارة عن صابون، أي نوع صابون، بشرة، صابون العملاق، أي صابون مع لون إكليريك. المهم نحاول نجهز المادة، والمادة يا بنات لازم تكون كتيرة عشان نقدر نشتغل، لأنه الدروس الواجب بيكون كتير ما شوية. ومحتاجين الورق، لأنه ما تشتغلي في ورق ملون، تشتغلي في ورق أبيض. محتاجة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. محتاجة للتيب، محتاجة لأصغر قياس في الدبابيس، محتاجة لمادة تعليمية، ما محتاجة أبدا للإيد بتاعت السيليكون، ولا محتاجة لأي حاجة بالذات في التعليم في البداية. تمام. طيب وقول له أطبع علي في ورق يكون تقيل ويغلف لك تغليف حراري. عرفت يا بنات؟ يعني الموضوع بسيط جدا جدا، ما صعب. خليه يغلف لنا تغليف حراري وربنا يوفقكم وين ما كنتم. كيفية الاشتراك في الدورة؟ طيب الاشتراك في الدورة زي ما انتوا عارفين، انبه عليكم ان الدورة مجانية تماما. يعني انت بعد بكرة ان شاء الله لازم تنزلي الواجب، تمام، في نفس اليوم. انا بصحح لك الدرس الاول مدته يوم واحد فقط، بعديها هناخد الدرس الثاني طوالي. تاني يوم هناخد الدرس الثاني اللي هو حيكون، يعني احنا بنبدأ من تحت الصفر. بعد ذاك كل يومين ثلاثة حيكون في درس جديد لمدة شهرين. عندنا 12 أساس بنخلصهم مع بعض. تمام. ده طريقة الاشتراك. طريقة الاشتراك بإنك ترسلي الواجب وأنا بصحح لك الواجب، يعني كل درس انت بترسليه أنا بصحح لك. كيف أنا بصحح لك الدروس؟ اللي هم أنا مثلا بكون بشوفك انت رسلتي الواجب. بالنسبة للناس اللي بيكونوا ما مشتركين، الناس اللي بتسأل، دي طريقة الاشتراك، يعني ترسل الواجب في نفس اليوم، ترسلي في الانستجرام بنصحح لكل الناس. تمام. الناس اللي في اليوتيوب لازم ترسلوا الواجب، تحضروا اللايف في اليوتيوب وتيجي ترسلوا الواجب في الانستجرام. ده هنا حيكون الطريقة بتاعت ترسيل الواجب، انك كيف ترسلي الواجب بتاعك. طيب بالنسبة للناس اللي بترسل، ناس انا عندي عذر وبكرة ما بعرف شنو بعد، لا، يعني عندك عذر تقدر تشتغل الواجب مدته ساعة واحدة، تقدر تفضي يوم وتشتغلي. الناس اللي بيكونوا ما مسجلين هم الناس اللي بتنسحب واللي ما بترسل واجب يومي. يبقى معناتها عشان أتابعك بدقة وأكون متابعاك خطوة بخطوة ترسلي الواجب يوميا. أتمنى إنكم تسمعوا الكلام ده كويس يا بنات وتنفذوه يعني افهمي طريقة الاشتراك واضحة شديد جدا جدا. والحاجة الثانية فضلا وليس امرا يا بنات، شيروا، اكتبي تعليق. اي واحدة حابة تشترك تكتبي تعليق تحت الفيديو. شيروا الفيديو، يمكن يلاقي واحدة من البنات المحتاجين للفيديو محتاجين للتعليم وما لاقين كيف الطريقة. يعني نشير الفيديو، نعمل اشتراك الشير. لازم تشيروا الفيديو يا بنات، قال اللايف. تشيروا الفيديو يا بنات وتكتبي تعليق تحت. واتمنى انها تكون دورة موفقة ان شاء الله. حب كبير جدا جدا ان شاء الله. الميدان اسيبكم في رعاية الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.